اليوم كنطرحوا سؤال على العنف الرقمي اللي كتعرض للمرأة في مواقع التواصل الاجتماعي، واللي استطعنا اننا نقيسوه في اخر فيديو كنا عملناه، فيديو عادي نسبيا اللي كيتناول موضوع الفالنتين. داك الفيديو اللي كنا نزلناه نورمالمون كنا نزلناه غير كمشهد سخري على حساب فالنتين. كنا جبرنا بزاف الانتقادات في الكومنتيرات، لا من ناحيه ديال الذكور ولا من ناحيه الاناث. اكثريه كانوا كيقولوا الزنا وسخت عيني، واكثر كومنتير كان مثلا هاد العنف الرقمي هو واحد الاخطبوط ما كتلقاش منين شنو الاليه اللي تحاربوا بها. انت مخبع بنتك في واحد البيت فاذا بها راه دايره علاقات في الصين وفي العالم الاخر. كيكونوا الطفلات كي قلت ونعاودها كيكونوا واخدين ديك المسائل غير بالضحك، غير بالتسليه، غادي تلعب في ديك الهاتف كدير، فاذا بها كتلقى راسها في مواقف اللي صعيب عليها تحلها. اما كتكون كيوصل بهم حتى يكونوا مجرمات مثلا، ان كتنتحر، كاين اللي ما كتتبدل المدينه ديالها، كاين اللي كتخلى على الخدمه ديالها، كاين اللي كتهرب من ديك الوسط العائلي مقابل. علاش؟ لان هي ضحيه هذا العنف الرقمي اللي ما عندوش حل. اذا العنف الرقمي هو اللي تيكون دائما عبر هاد التليفونات، هاد الهواتف الذكيه، كيكون السب، كتكون اهانه، كيكون تشهير، هكا كنميزوا بانه راه عنف رقمي. انا بالنسبه لي كتوقع لي بنادم اللي ما كنجاوبوش في التعاليق كيدخل عندي في الخاص وكيبدا يسرد لي مسح. قدر بان بغات يكونوا شي الفاظ نبيئه، شي حاجه ماشي هي هذاك، تقدر تبدا بالتهديد. واحد السيده عاوتاني كانت تحالت على المركز ديال النجده، جات كتقول بان كانت عندها علاقه مع واحد السيد موعدها بالزواج، وكانت تمشي عنده لدارو، كانت تجلس معاه في القهيوه، كيتعشاو شي مره مجموعين، كتبقى معاه على شاطئ البحر لان كان الجو سخون، كتمشي معاه الاماكن زعما باعتقاد ديالها انه غادي يصبح خطيبها وغادي يتزوج، وكياخذوا صور. من بعد ساءت العلاقه وحسات انه غير كان كيكذب عليها وكيمطلها، ماشي ما جاش خطبها، ما جاش هذه. بغات زعما تفسخ ديك العلاقه اللي كان بها، فاذا به بدا كيبتزها، كيصيفط ديك الصور وكيقول لها هاد الصور غادي نصيفطهم للاصدقاء ديالك، الناس اللي معك في المعمل، الناس اللي ساكنين معاك. كانت كاريه واحد الغرفه بوحديتها. بقات كتعيش واحد الحاله هستيريا، ما كتنعش، خايفه. خدا لها التليفون الهاتف ديالها وخدا منه الارقام ديال والديها وخدا منه الارقام ديال المحيط ديالها كامل، بدا تيهددها بهذا الشيء هذا. فكرات في الانتحار، جات الجمعيه انها في واحد الحاله غير كتبكي، ما عندهاش حل، ما عندها. اذا ما عمرها رجعات. انا كنقول 90% هاد السيده انتحرت. واش هاد التعليقات كيأثروا عليك ولا لا؟ انا صراحه ما مش نقول لكم زعما ما كيأثروش فيا، ولكن اي تعليق ضروري يخلي عندك شي حاجه، فهمتي؟ دابا تينا دخلتي تشوف مثلا شي فيديو، وداك الفيديو ما يمكنش تينا بلا سبب غادي تنوض تكتب على شي كومونتير، يا اما غزك شي حاجه او لما نغمك شي حاجه. ما يمكنش تينا انسان عاقل ياك كتنفس وكتشرب، المهم انسان عاقل عقليا غادي تدخل تفرج واحد الفيديو غادي تنوض تكتب عليه، راه ما عجبكش يمكن لك تسكيبيه، فهمتي؟ حيت كيكونوا بزاف الفيديوهات بنادم ما كيعجبهمش، يا اما كيحيدوه اولا كيدخلوا في هذاك السيتات كيقولوا هذا الفيديو، هاد نوعيه الفيديوهات ما بقاوش يطلعوا لي. ماشي تينا تبقى تنوض وتكتب ودا تعاير، واذا جاوبك شي واحد كتنوض تعاير معاه. ما السبب؟ شنو هو السبب اللي كيخلي الشخص يسبك في الديجيتال؟ داك الشخص مثلا كيبغي يبين راسو واعر، حيت هذاك الناس يعني بحال القطيع، ملي كيشوفوا واحد الحاجه كيحاولوا يتبعوها. يعني اذا واحد مثلا دخل وكتب، شاف مثلا داك الدراري دخلوا شافوا داك الكومونتير يقولوا هذا جديد، هذا سبقنا، فكينوضوا يكتبوه في حاله، فهمتي؟ باش يبانوا زعما واحد كيكمل الاخر كما عنده حتى علاقه. او لو مثلا هذاك الشخص قدر مثلا ما قدرش يوصل لك، حيت نورمالمون كتجبر بزاف الدراري. دابا حنا كنهضروا زعما على داك الدراري اللي كيدخلوا يسبوا في البنت تقريبا. دابا داك العيل مثلا ما عندوش لا اختو، ما عنده لا يما، لا يقدر يكون عنده ولادو وكيدخل يسب، كيسب مثلا شي عائله مراهقه، كيسب مثلا مرا كبيره ولا شي وحده، كيدخل يسب بدون سبب. اذا خصنا شي طرق نفكروا، خصنا مهندسين كيفاش نحدوا من هذه الآفة. العنف الرقمي ما صعيب باش تحدوا، باش توعي، باش تحسس عليه، وكيبقى زعما كيشكل واحد، كنقول انا واقع ولينا كنعيشوه مع هذه الهواتف الذكيه.